الدورة الشهرية امتى نقول عليها طبيعية وامتى نقول في مشكلة محتاجين نكشف عليها. الدورة الشهرية الطبيعية بتنزل بمعدل من 21 يوم لحد 35 يوم، بتنزل مدتها من يومين لسبعة أيام مش أكتر من كده. طبيعة الدم بتاعها بيبقى لونه غامق شوية، له ريحة مميزة، بيبقى سايل، مفيش فيه تكتلات دموية. أي دورة شهرية اختلفت عن المواصفات اللي احنا بنقول عليها ديت، ظهر فيها تكتلات، جت أقل من يومين، جت أكتر من 7 أيام، لون الدم بقى لونه أحمر فريش أو متكتل جامد أو كلام من ده، دي كده دورة شهرية غير طبيعية حتى لو مدتها ما تجاوزتش 7 أيام، ودي محتاجين نشوف سببها ايه بالظبط. دورة شهرية لو غابت عن 35 يوم فكده في لخبطة في الهرمونات محتاجين نظبطها. دورة شهرية لو بتيجي أقل من 21 يوم فبرضه في مشكلة بتسبب نزيف في الدورة الشهرية، فدي برضه محتاجين نظبطها. فاحنا طول الدورات الشهرية منتظمة ما بين 21 يوم ل 35 يوم، مدة الحيض لا تتجاوز 7 أيام ولا تقل عن يومين، والدم لونه غامق شوية اللون الطبيعي بتاعه وسائل مش متكتل، فدي دورة شهرية طبيعية. ما عدا ذلك في مشكلة في الدورة الشهرية أو في مشكلة في الرحم بتسبب الحاجات اللي موجودة ديت ومحتاجة تتعالج، ومحتاجين فحص طبي عشان نشوف سببها ايه بالظبط.